السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة بنوفي بعضنا وبنقدم لكم كورس صعوبات التعلم، وبنعرف مع بعض يعني إيه صعوبات التعلم. صعوبات التعلم عبارة عن مشكلات تحدث في القراءة أو الكتابة أو الحساب. طب مين هو الطفل ذو صعوبات التعلم؟ الطفل ذو صعوبات التعلم طفل طبيعي جدا، بمعنى إن عشان أصنف الطفل إنه ذو صعوبات تعلم لازم نسبة ذكائه الاي كيو بتاعته تكون 90 فيما فوق. عندي كمان حاجة لازم تميز طفل صعوبات التعلم، ان ما يكونش عنده اعاقة سمعية ولا بصرية ولا حسية، وده لان الطفل ده لو عنده اعاقة من الاعاقات الثلاثة فهيتصنف طفل ذو اعاقة كذا، ذو اعاقة سمعية، ذو اعاقة بصرية، ذو اعاقة حسية. مش هنقدر في الحالة دي نشخصه ان هو طفل ذو صعوبات التعلم. وفي حالة ما بيكون الطفل ذو صعوبات التعلم بيقابل مشاكل كتير جدا في المجتمع، أولها التنمر، ثانيها إن هو بيوسم أو بياخد وسم إن هو غبي، ضعيف، قليل التحصيل، درجاته وحشة، بيفقد جزء كبير من ثقته بنفسه، بيفقد جزء كبير من أصدقائه اللي نفسه يصاحبهم، مع إن مستواه العقلي أكتر منهم أو يتفوق عليهم، لكن مستواه الدراسي أقل منهم بسبب وجود هذه الصعوبات. لو لاحظت إن إحنا قلنا في كلامنا إن الطفل ذو صعوبات التعلم ربما يكون متفوق عقليا أكتر من رفاقه أو زملاته في الفصل. إزاي؟ لأن اللي إحنا عايزين نعرفه كمان إن في الطفل المتفوق عقليا ذو صعوبات التعلم، والطفل الموهوب ذو صعوبات التعلم، مش بس الطفل العادي هو اللي ممكن يعاني من صعوبات التعلم. إذن النقطة اللي عايزين نوضحها إن طفل صعوبات التعلم لا يعاني من هذه المشكلة بسبب نقص في الذكاء، ولكنه يفتقد القدرة على التعلم لأسباب هنوضحها، سواء كانت أسباب وراثية أو أسباب بيئية مكتسبة من البيئة اللي هو فيها. طيب عندي سؤال، يا ترى صعوبات التعلم بتنتشر في الأوساط الفقيرة العشوائية ولا في الأوساط الراقية اللي هي ذات الدخل الاقتصادي المرتفع؟ العلماء أثبتوا أو الدراسات أثبتت إن أسباب صعوبات التعلم بتكون متوفرة جدا في الأوساط العشوائية الفقيرة، لأن غالبها بتكون أسباب نفسية ناتجة عن القهر والعدوان والعقاب الزائد عن الحد. طيب لو حبينا نعرف إزاي الأسباب الوراثية أو البيئية أو حتى الأسباب الثقافية المكتسبة من الأفكار بتأثر على صعوبات التعلم أو بتسبب صعوبات التعلم، الأسباب دي عند تكوينها أو توفرها بتأثر على التراكيب الكيميائية للمخ، وبالتالي تؤثر على التراكيب التشريحية اللي هي المكونات أو الأجزاء اللي بتركب أو بتكون وظائف المخ، وكمان بتأثر على التراكيب أو الوصلات العصبية داخل المخ. يعني تخيلي طفل عنده خلل في العمليات الكيميائية، العمليات الفسيولوجية، العمليات العصبية أو الوصلات العصبية، وبالتالي هيكون عنده خلل في الإدراك. يعني إيه خلل في الإدراك؟ يعني مش هيدرك المعلومة اللي بيقراها أو اللي بيسمعها على وجهها الصحيح إطلاقا. ومن هنا بتظهر عند الطفل عملية صعوبات التعلم اللي تتمثل في صعوبات القراءة، صعوبات الكتابة، صعوبات الحساب أو صعوبات الفهم والإدراك. النهاردة خدنا مقدمة بسيطة عن صعوبات التعلم، إن شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ في الأسباب الوراثية لصعوبات التعلم. تابعوا القناة وشير ولايك لأصحابكم علشان الكل يستفيد من الكورس المكثف مجانا، وزي ما اتفقنا ان ده صدقة جارية ليا وليكم مدى الحياة ان شاء الله. شكرا ليكم، تابعوا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.